اشتريت الأكل وطلع بايظ، ولما سألت اكتشفت إن التلاجات كانت بايظة اللي كان فيها الأكل، وصاحب المحل كان عارف إن الأكل باظ، ومع كده حطه تاني عشان يبيعه بدل ما يخسر تمنه. الشكوى ديت سمعناها أكتر من مرة اليومين اللي فاتوا. للأسف المشكلة حصلت في محلات عربية. المشكلة ديت كارثة كبيرة جدا. لو حصلت شكوى وتم إثبات الموضوع هتلاقي نفسك في مشكلة كبيرة جدا. أنا هقولك على قصة حصلت هنا في نيوجيرسي في شهر أغسطس اللي فات، في محل مشهور اسمه ستوب أند شوب. المحل دوت ليه فروع مختلفة موجودة هنا في ولاية نيوجيرسي. المحل دوت كان عنده المشكلة ان هو كان حاطط تواريخ الانتهاء على اللحمة غلط. يعني ما حطش لحمة فاسدة، ما حطش اكل فاسد، ولكن التاريخ بتاع الانتهاء كان غلط. اضطر ان هو يدفع غرامة لوزارة الصحة 75,000 دولار. الموضوع هنا مش هزار، صحة الناس ووزارة الصحة صارمة جدا جدا في الموضوع. التيكيتات بتاعت الحاجات دي توديك ورا الشمس. كمان لو حد اتضرر من الاكل بتاعك هتبقى كارثة كبيرة لو رفع عليك قضية. فليه كل دوت؟ صحة الناس اهم من اي حاجة. ساعدونا يا جماعة عشان الناس ترجع تثق فيكوا وترجع تشتري من عندكوا كويس زي الاول. انتوا بتخلوا الناس تبعد من عندكوا وتدور على بدايل تانية. طول ما الموضوع بالشكل دوت انتوا هتبقوا في مشكلة كبيرة. كمان في مشكلة كبيرة ان لما حد بيشتري اكل بايظ ويروح يديه للمحل عشان يرجعه، تكلموا معاهم بشكل وحش وتقول لهم لا مفيش ترجيع وانتوا السبب في ان البضاعة دي تبوظ. مش كل الناس بتعمل كده. انا شفت ناس محترمة. انا كنت مرة في محل وكان في حد شاري فراخ، الفراخ ديت نساها بره التلاجة فالفراخ باظت، جابها له تاني يوم. الراجل صاحب المحل عشان بيفهم اخد منهم الفراخ رماها في الزبالة وجاب لهم غيرها بكل سهولة. انت لما بتعمل كده بتكسب الزبون وبتكسب غيره. انا واحد من الناس بقى عندي ثقة ان هو مش هيبيع اكل بايظ، وفعلا هو الراجل محترم في الكلام ده. ممكن يكون سعره غالي ولكنه مش بيبيع اكل بايظ. انك تبيع اكل بايظ دي مشكلة لا تغتفر، وان انت ما ترضاش ترجعه كمان دي مشكلة اكبر بكتير. الناس لو بدأت تبلغ لوزارة الصحة، وزارة الصحة هتيجي تفتش على كل حاجة. لو حاجة انت حتى عارف ان هي بايظة وشلتها هيلاقوا غيرها 50,000 حاجة. طول ما انت مش ماشي مظبوط، امشي مظبوط وخلي الناس ترجع تثق فيكوا تاني لو سمحتوا. شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، وائل عاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.